إذن قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم باريس سان جيرمان مبابي قد وقع عقد انتقاله إلى ريال مدريد. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد منتخب فرنسا ارتبط قبل أسبوعين بعقد يمتد ل5 مواسم مع نادي العاصمة الإسبانية حتى عام 2029 ليصبح لاعبا لريال مدريد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي في صحيفة ماركا بابلو بولو من مدريد. سيد بابلو، أهلا بك معنا على بي إن سبورتس الإخبارية. إذا قضية كيليان مبابي شغلت الوسط الرياضي والكروي بشكل متواصل، وأنتم ذكرتم في ماركا أن أحد الأندية الكبرى في العالم دخل على خط المفاوضات في الأيام الأخيرة، ورد محيط اللاعب كان أن اللاعب بالفعل وقع مع ريال مدريد. إذا ما هي حيثيات هذا الخبر؟ نعم بالفعل. خبر ماركا اليوم يقول أن مبابي وقع لريال مدريد. الأمور بدأت فيما يخص سؤالكم بأن ناديا أوروبيا قبل بضعة أيام تواصل مع المحيط الخاص باللاعب ومحيط اللاعب أبلغ هذا النادي بأن اللاعب بالفعل وقع لريال مدريد، وهذا الخبر هو ما أدرجه زميلنا اليوم وفي موقعنا الإلكتروني الخاص بماركا. نعم، ذكرتم في الصحيفة أيضا أن مبابي أبلغ قبل 8 أشهر البي اس جي بأنه يرفض الموسم الثالث الاختياري في عقده. هل فعلا كان قد حسم أمره وقتها باللعب في ريال مدريد؟ نعم، هذا الخبر أيضا صحيح، والإعلان الذي عقده مع رئيس نادي باريس سان جيرمان أبلغ رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده ولن يستمع إلى عروض جديدة من النادي الباريسي. وهذه البادرة التي وجهها لإدارة باريس أوردناها في خبر ماركا أن اللاعب أبلغ ريال مدريد أنه أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يقوم بتمديد تعاقده أكثر. وبالفعل الاتصالات التي جمعت مبابي وريال مدريد بشكل يومي في الأيام الأخيرة وذكرناها بالتفصيل. الاتفاق سيكون ل5 مواسم وبشكل منطقي في ريال مدريد. نعرف أنه لن يعلن حتى نهاية الموسم الأمر بشكل رسمي. نعم سيد بابلو، صحيفة ماركا ذكرت أيضا أن الريال أقنع اللاعب بتخفيض طلباته بشأن حقوق الصور، كما أن راتبه لن يتخطى سقف الموضوع من قبل النادي. هل يمكنك أن تزودنا بتفاصيل أكثر؟ نعم، الأمر ببساطة فيما يتعلق بمسألة الأموال أن اللاعب عندما بدأ التفاوض ريال مدريد أبلغ المحيطين به إذا كان في البداية يريد اللعب لريال مدريد، لأن النادي لم يكن يريد مسلسلات أخرى أو تفاصيل أخرى كما حدث الصيف الماضي. رد محيط اللاعب كان إيجابيا، واعتبارا من فبراير الماضي تم تفعيل هذا الاتفاق. ونعم حقيقي أن اللاعب سيقبل براتب أقل. ريال مدريد وضع شروطه في هذه الصفقة. أبلغ اللاعب أن العرض الذي قدمه للاعب عام 2022 لن يتكرر. النادي لم يعد